يا مساء الرعب على أحلى إخوات في الدنيا. أنا أحمد سواق أوبر بقالي حوالي 3 سنين بشتغل الشغلانة دي، والموضوع بالنسبة لي إنه شغل عادي. بفتح الابليكيشن أستقبل الطلب، أوصل العميل وخلاص على كده. يعني شغل يعتبر روتيني، وعمر ما حصل لي موقف غريب قبل كده عشان أحكيه. ومن حوالي شهر اليوم ده في أوله كان زي أي يوم. كنت شغال من بدري لحد الوقت ما دخل على الساعة 2 بالليل. وقتها كنت ناوي أقفل الابليكيشن وأروح البيت، لأني كنت تعبان والدنيا كانت هادية وقتها. مفيش طلبات كتير جات لي اليوم ده، فوقفت بالعربية على جنب وقلت لنفسي أستنى 5 دقايق، لو جالي طلب أروح ولو ما جاليش خلاص أروح البيت. وبعد حوالي 3 دقايق من الركنة الابليكيشن رن. بصيت على التليفون لقيت طلب. بصيت على لوكيشن استلام العميل، كان في منطقة بعيدة شوية عني، في حتة هادية. والحتة دي مش أول مرة أروحها، بس مش باحبها أوي الصراحة بالليل، علشان بتبقى دايمًا فاضية وما فيهاش سكان كتير. والصراحة فكرت إني أرفض الرحلة، بس قُلت لنفسي يا عم رزق وجاي لك، وخلّص المشوار ده وبعدين روّح. فقبلت الطلب، وأنا ماشي رايح أقابل العميل بصيت على تفاصيل الرحلة، لقيت اسم الراكب كان مكتوب، بس بصراحة حسيت الاسم كان غريب شوية، كأنه مستعجل في كتابته أو في حروف ناقصة. بس الصراحة قُلت لنفسي عادي، ما في ناس بتكتب بسرعة، ففي حروف بتروح منها عادي، مش موضوع يعني. بس اللي لفت نظري أكتر إن ما فيش ولا تقييم ظاهر للراكب، وده أصلًا ما ينفعش يحصل، يا إما بقى إن ده أول طلب ليه، ودي حاجة غريبة بالنسبة لي. بس برضه مش مستحيل، عادي يعني. فعديتها برضه وكملت الطريق، والدنيا وقتها كانت هادية جدًا والشوارع فاضية ما فيش زحمة، والموضوع كله كان ماشي يعتبر طبيعي، أو إلى حدٍ ما طبيعي، لحد ما قربت من المكان. وقتها الGPS بدأ يدخلني في شوارع ضيقة والنور فيها قليل جدًا، والبيوت حتى كانت قليلة في المنطقة دي. المكان كان هادي بزيادة عن اللزوم، بس برضه قُلت عادي أنا عارف المنطقة دي فقشطة يعني. ووصلت لنقطة الاستلام ووقفت بالعربية. بصيت حواليّا ما فيش حد واقف، ما فيش حد مستنيني، ما فيش أي حركة خالص في الشارع. بصيت على الموبايل تاني، الطلب لسه شغال، يعني المفروض إن في حد هنا فعلًا وفي حد واقف مستنيني. رفعت عيني من على الموبايل وبصيت قدامي وحواليّا، ما فيش أي حد. فضلت واقف مكاني شوية مستني، يمكن الشخص ده اتأخر في الطريق أو مثلًا نازل من أي عمارة. وبعد حوالي تقريبًا 3 دقايق ما فيش أي حد جالي، فمسكت التليفون وقُلت هاتصل بيه. بس قبل ما أطلب الرقم لمحت حد واقف في الناحية التانية من الشارع، بس هو ما كانش موجود من شوية أنا متأكد. بصيت كويس وركزت، كانت بنت اللي واقفة، كانت واقفة تحت عمود نور ضعيف جدًا ومش بتتحرك. دوّرت العربية ولفيت ورُحت لها وقرّبت منها شوية، بس هي ما عملتش أي ردة فعل، ولا شاورت لي ولا حتى بصّت ناحيتي. وده الصراحة خلّاني أستغرب، فقُلت هاروح لها وأسألها هو أنتِ اللي طالبة أوبر والّا لأ؟ وفعلًا وقفت بالعربية جنبها وفتحت الإزاز شوية وقُلت لها حضرتِك أنتِ طالبة أوبر؟ ما ردِّتش عليّا، بس بعد كام ثانية تقريبًا فتحت الباب اللي ورايا وركبت، وبعديها قفلت الباب بهدوء من غير ما تقول لي أي كلمة. أنا استغربت من اللي هي عملته، وبصيت في المراية أول ما ركبت. كنت مستني إنها تقول لي المكان أو حتى تقول السلام عليكم، بس هي كانت باصة قدامها وساكتة. فقُلت لنفسي عادي، في ناس برضه بتركب وبتبقى مخنوقة فما بتتكلمش مع السواق. وتوكلت على الله وبصيت على اللوكيشن، الواجهة كانت متحددة بالفعل، فما سألتش وبدأت أمشي بالعربية. وأنا سايق حاولت أبُص عليها في المراية كذا مرة بس مش بطريقة ملفتة. الصراحة كنت عايز أتأكد بس هي مالها أو في إيه، بس شكلها كان عادي جدًا، لبس عادي ما فيش أي حاجة غريبة. بس كان في حاجة مش مريحة، مش عارف أحددها بالضبط، بس الإحساس نفسه كان موجود. فاهمين قصدي؟ وحاولت أكسر الصمت وقُلت لها: "حضرتِك الطريق ده مناسب ليكِ والّا تحبي نمشي من طريق تاني؟" ما فيش رد ولا حتى حركة. بصيت لها في المراية تاني، هي كانت باصة قدامها زي ما هي، يعني ولا باصة لتليفونها ولا حتى بتبُص من الشباك، كانت قاعدة ثابتة.
وقتها أنا حسيت إن الموضوع غريب شوية الصراحة، بس برضه قُلت يمكن تعبانة أو مش حابة تتكلم مع رجالة، فقررت ما أضغطش عليها وأسألها تاني وكمّلت سواقة، والدنيا وقتها كانت هادية جدًا، يعتبر ما فيش عربيات كتيرة في الشارع، والشارع كان طويل جدًا، وبعد شوية بصيت في المراية تاني، كانت لسه قاعدة زي ما هي، نفس الوضع، نفس البصّة لقدّام، حتى ما غيّرتش قعدتها ولا حرّكت إيديها ولا أي حاجة. وده غريب مش طبيعي، يعني حتى لو البنت مش عايزة تتكلم معايا، بس أكيد هتتحرك، يعني أي حد طبيعي هيبُص في الموبايل، هيتحرك، هيبُص من الشباك، أي حاجة، هي ما فيش. حاولت أركّز في السواقة وخلاص واتجاهلت الموضوع، الصراحة كنت عايز أوصّلها بسرعة وأروّح، بس من وقت للتاني كنت بابُص في المراية الصراحة، الفضول كان هياكلني، وفي مرّة من المرّات حسّيت إن شكلها مختلف، مش عارف ده من إضاءة الطريق والّا فعلًا ملامحها اتغيّرت شوية، وبعد ثواني بصّيت لها تاني لقيت ملامحها رجعت عادية، ساعتها قُلت لنفسي أكيد كان بيتهيأ لي، أو اللي أنا فيه ده أصلًا أو إن هي غريبة فممكن بيتهيأ لي حاجات عشان هي مش مريّحاني بزيادة. وكمّلت سواقة، بس الطريق كان أطول شوية من اللي أنا متعوّد عليه. أنا حافظ المنطقة دي تقريبًا، بس حسّيت إننا ماشيين أكتر من الطبيعي. بصّيت على الGPS لقيته شغّال عادي ما فيش أي حاجة غريبة، بس برضه أنا متأكد إن الطريق ده فيه حاجة غلط. بس قُلت لنفسي عادي ممكن أنا مُرهَق عشان شغّال من الصبح، وحاولت أكلّمها تاني وقُلت لها: "حضرتِك هتنزلي عند الlocation بالضبط؟" ولا أي رَد. المرّة دي حتى ما حسيتش إنها سمعتني، كإني باتكلم لوحدي، بصيت لها في المراية ولأول مرّة أركّز في وشها أكتر، ملامحها كانت هادية جدًا، بس فيها حاجة غريبة، ما فيش أي تعبير واضح على وشها، كإنها مش مركّزة لأي حاجة حواليها، عارف الشخص اللي بيبقى سرحان بزيادة؟ هي كانت يعتبر شبهه، اللي هو ما فيش أي تعبير واضح، يعني اللي يشوفها ممكن يفتكرها تمثال. المهم كمّلت طريقي، وبعد كام دقيقة كده حصلت حاجة غريبة، لمحت في المراية إنها كانت باصة ناحيتي، بس لمّا بصيت بسرعة عشان أتأكد، لقيتها رجعت تاني بصِّت قدّام. الموضوع كُلّه حصل في لحظة، بس أنا متأكد إني شُفتها، والموضوع ده اتكرر أكتر من مرّة. الصراحة ما علّقتش وما اتكلمتش معاها وكمّلت سواقة عادي، ومن اللحظة دي بطّلت أبُص في المراية كتير، لحد ما الapplication قال لي إن إحنا قرّبنا من نقطة الوصول، فبدأت أهدّي السرعة، بس المكان اللي أنا فيه دلوقتي كان أهدى من اللي قبله، كان شارع ضيّق جدًا والنور فيه ضعيف بزيادة، وما فيش محلات، ما فيش ناس، ما فيش أي صوت طالع، وأول ما وصلنا للنقطة المحددة وقفت بالعربية، وبصّيت قدّامي ما لقيتش أي مبنى واضح أو عمارة أو مدخل عشان تدخله أصلًا. بس ده العنوان اللي مكتوب لي في الapplication، فبشكل تلقائي مسكت التليفون عشان أنهي الرحلة، وقبل ما أعمل كده بصيت في المراية، كانت لسه قاعدة، نفس القعدة بنفس الهدوء. قُلت لها: "حضرتِك إحنا وصلنا." ما فيش رَد برضه. استنيت ثانيتين 3 ما فيش أي رَد ولا أي حركة، لسه قاعدة وباصة قدامها وما بتفتحش بُقّها. بصيت لها في المراية تاني وقُلت لها: "المكان هنا حضرتِك هتنزلي؟" برضه ما فيش أي رَد. فالمرّة دي لفّيت لها بنفسي، لقيت الكنبة اللي ورا فاضية، أنا فضلت باصص للكنبة دي كام ثانية كده مش مستوعب إنها مش موجودة، بس هي فعلًا مش موجودة، ما فيش أي حد في العربية، والباب حتى بتاع العربية ما اتفتحش عشان هي تنزل، ولا حسيت بأي حركة إن هي نزلت، بصيت على البيبان لقيتها مقفولة ومتّربسة، لفّيت بسرعة وبصيت على المراية تاني، العربية فعلًا فاضية، فتحت الباب بسرعة ونزلت بصيت حواليّا، ما فيش أي حد. ولا يميني ولا شمالي ولا حتى حد ماشي بعيد، المكان كان فاضي تمامًا، رجعت بصيت جوّه العربية تاني، أنا الوقت ده كنت متزاول مش عارف هو أنا فعلًا هي نزلت والّا ما نزلتش والّا في إيه أصلًا، والّا في حد ركب معايا أصلًا والّا لأ، بس ما فيش أي أثر إنها كانت موجودة أصلًا في العربية. دخلت العربية بسرعة ومسكت التليفون أشوف هو أنا فعلًا كان في رحلة موجودة والّا أنا بيتهيأ لي والّا إيه اللي حصل لي، لقيت الرحلة فعلًا لسه شغالة، وده منطقي لأني ما نهيتهاش. بصيت على تفاصيل المشوار، نفس الاسم، نفس المكان، ما فيش أي حاجة اتغيّرت، يعني أنا فعلًا كان في حد راكب معايا،
فحاولت أهدّي نفسي الصراحة وقُلت يمكن نزلت بسرعة وأنا ما خدتش بالي والّا حاجة، بس إزاي نزلت وحتى ما حاسبتنيش؟ فمسكت الموبايل ودُست إنهاء الرحلة، والرحلة اتقفلت عادي وظهر لي التقييم بتاع العميل، كانت مديّة لي ال5 نجوم عادي، بس في حاجة الصراحة زاولتني، الaccount بتاعها كان فيه صورة صغيّرة أنا ما كنتش واخد بالي منها قبل كده، كبّرتها شوية، الصورة كانت لبنت. نفس الملامح، نفس الهدوء، نفس الشكل اللي كان قاعد ورايا بالضبط. فضلت باصص للصورة كام ثانية كده وبعدين قفلتها، وقُلت لنفسي عادي ما هي أكيد هي، مش هي اللي طالبة الرحلة وهي اللي ركبت. بس وأنا باقفل الaccount بتاعها، لمحت تاريخ تحت الصورة بتاعتها، مش تاريخ الرحلة لأ، تاريخ تاني، كان مكتوب آخر نشاط منذ 4 سنين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني آخر مرّة الaccount ده ركب Uber قبل ما أنا أشتغل Uber أصلًا. وده أصلًا حاجة مش طبيعية، لأن الرحلة كانت معايا، يعني الرحلة لسه حاصلة حالًا، إزاي آخر ظهور ليها كان من 4 سنين؟ دخلت على تفاصيل الحساب يمكن أفهم أي حاجة، بس كل حاجة في الaccount كانت غريبة، ما فيش تقييمات حديثة، ما فيش رحلة قريبة، يعني الحساب فعلًا موقوف من فترة، وقتها أنا بدأت أحس إن أنا مش مرتاح، في حاجة مش طبيعية. مستحيل يكون اللي بيحصل لي ده طبيعي. بصيت تاني حواليا في الشارع جايز أفهم أي حاجة، الشارع فاضي ما فيهوش أي حد ولا أي حاجة غريبة، والشارع ده أنا عارفه أصلًا ووصلت فيه ناس كتير قبل كده. رجعت بصيت في التليفون تاني، قعدت أدوّر في الأكاونت بتاعها جايز أفهم أي حاجة والّا جايز في تحديث والّا هي ما حدثتوش والّا في إيه، لقيت الاسم بتاع الأكاونت نفس الاسم اللي ظهر لي أول مرة، بس آخر الاسم كان في جملة صغيّرة بين قوسين، زي ملاحظة مثلًا على الaccount كان مكتوب فيها متوفية. أنا فضلت باصص للكلمة دي شوية مش مستوعبها، وبعد حوالي كام دقيقة من الصمت اللي أنا كنت فيه وإن أنا مش فاهم حاجة، استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقُلت أنا لازم أروّح خلاص، وقفلت التليفون ودوّرت العربية ومشيت. وفضلت ماشي لحد ما وصلت لبيتي، والموضوع ده مش راضي يروح من دماغي، كنت قاعد أقول لنفسي يا عم مش أنت كنت عايز تروّح، ما كنت روّحت، ليه تاخد آخر طلب ده؟ ووصلت بيتي وقفلت باب الشقة وأنا متوتر حرفيًا، الموضوع مش راضي يروح من دماغي، بعديها قعدت في الصالة وأنا باحاول أفكر في اللي حصل لي، ما فيهوش أي تفسير منطقي غير إن أنا من تعبي بيتهيأ لي حاجات. بس الموضوع معايا ما كانش بيروح، وبعد حوالي نُص ساعة وأنا قاعد بافكّر، في رسالة جات لي على التليفون، مسكت التليفون وبصّيت، كانت رسالة مبعوتة لي على الواتساب برقم مش متسجّل عندي، فتحت الرسالة، كانت رسالة واحدة بجملة واحدة بس، الجملة دي كفيلة تخلّيك تترعب، كان مكتوب فيها أنا لسه مستنياك. وقتها أنا قعدت مش فاهم أي حاجة، مين دي ومين اللي مستنياني ومين اللي بتظهر وبتختفي دي أصلًا؟ مش كفاية الإحساس اللي كان معايا طول الطريق، والإحساس اللي كان معايا طول الطريق رجع أقوى من الأول. سِبت التليفون جنبي بسرعة وفضلت طول الليل قاعد أحاول أهدّي نفسي، وأقنع نفسي إن الموضوع خلص خلاص، حتى لو دي عفريتة والّا شيطانة خلاص راحت لحالها. بس الحقيقة إن أنا كنت حاسس من جوايا إن الموضوع لسه ما خلصش، وتاني يوم صحيت لقيت نفسي نايم على الكنبة بلبسي اللي جيت بيه من امبارح، نمت على نفسي من غير ما آخد بالي، بس الموضوع لسه ما خرجش من دماغي، مسكت التليفون وقُلت لنفسي يمكن أنا كنت باحلم، طب أدخل أشوف في الapplication في فعلًا الرحلة دي والّا أنا كنت باحلم وارتاح، وأنا بامسك التليفون وبافتح الapplication كنت قاعد أقول جوايا يا رب أكون باحلم. يا رب اللي حصل لي ده حلم مش حقيقة، ولمّا فتحت الأبليكيشن لقيت الرحلة فعلًا موجودة، نفس الحساب اللي فيه كلمة متوفية. الصراحة أنا كنت مرعوب ومش عارف أعمل إيه، وكنت خايف أرجع أشتغل أوبر تاني، بس أنا عليّا أقساط ولازم أشتغل. وحاولت أطلّع الموضوع من دماغي ونزلت أشتغل، بس طول ما أنا ماشي بالعربية الإحساس جوايا، وأوقات كتير وأنا ماشي فاضي بالعربية كنت باحس إنها موجودة وباصة عليَّ، الشعور ده أنا كنت حاسس بيه، مش متأكد إن أنا باشوفها تاني فعلًا والّا لأ، والموضوع ده كله خلّى كل حاجة حواليّا أحس إنها مش طبيعية، وإحساسي إنها موجودة حتى لو أنا مش شايفها ده إحساس صعب جدًا، وكنت كل مرّة أستقبل طلب في نفس المنطقة، كنت أبُص على الاسم، عشان كنت خايف تظهر لي تاني،
أو إنها فعلًا لسه موجودة ومستنياني زي ما بعتت لي رسالة، واللي حصل لي ده بقى له حوالي شهر، بس لسه مأثّر فيّا لحد النهارده بطريقة أنا ما كنتش أتوقعها، واللي أنا متأكد منه إن الرحلة دي مش هتخرج من دماغي أبدًا. وبكده تكون خلصت القصة. لو عجبتك القصة ما تنساش اللايك والاشتراك والشير وتفعل الجرس وتقول رأيك في الكومنتات. أستودعكم الله يا أصدقائي، سلام.